انا بدات احس ان السوشيال ميديا بقت شبه موقف الميكروباصات. الكل بيزعق، الكل عاوز يبيع حاجه، والكل بيجري في كل حته. مفيش حد فاهم حد. عارفه ليه يا روان حاسه انها دوشه؟ لان الكل بيحاول يصطاد اي حد معدي. لكن القائد الحقيقي مش بيصطاد، القائد بيبني بيت يجمع فيه اللي شبهه. وده اللي هنعرفه النهارده في حلقتنا من بودكاست ات. يلا بينا. أهلا بيكم في عالمنا النهاردة اللي مليان أفكار وصوت عالي في كل حتة. إزاي ممكن فكرة بسيطة تتحول لحركة ومجتمع قوي بجد؟ النهاردة هنكتشف مع بعض دليل عملي عشان كل واحد فينا يبني القبيلة بتاعته، وده مستوحى من أفكار سيث جودن. وهنشوف إزاي أي حد ممكن يكون قائد ويجمع حواليه ناس بتشاركوا نفس الحلم ونفس الشغف. الاقتباس ده بيلخص كل حاجة. السوق صوته بقى عالي قوي، والمنافسة على جذب الانتباه بقت شرسة. يعني القاعدة بقت بسيطة جدا: لو عايز الناس تمشي وراك وتسبقك ما ينفعش تكون ممل. الموضوع مش بس في الرسالة اللي بتقدمها، لأ، الموضوع في الطريقة نفسها. إزاي تخلق حوار وتخلي الناس متحمسة تتكلم عن فكرتك. طيب، هو احنا ليه أصلا محتاجين قادة؟ الإجابة في طبيعتنا كبشر. احنا كائنات اجتماعية، عندنا رغبة فطرية إننا ننتمي ونتواصل. كلنا بندور على مجموعات نحس فيها إننا جزء من حاجة أكبر مننا، والرغبة دي هي دي بالظبط الفرصة لأي حد عنده رؤية إنه يظهر ويجمع الناس حواليه. ومن هنا بيجي مفهوم القبيلة. والقبيلة دي مش مجرد جمهور أو عدد متابعين على السوشيال ميديا، لا خالص. دي مجموعة ناس مترابطة، مش بس بالقائد والفكرة، دول مترابطين ببعضهم كمان. والرابط القوي ده هو سر قوتهم، وهو اللي بيحولهم من مجرد أفراد متفرقة لمجتمع حقيقي له هدف واضح. وهنا لازم نفرق كويس قوي بين القيادة والإدارة. الاتنين مختلفين تماما. الإدارة قايمة على السيطرة، وغالبا بتستخدم الخوف أو اللوم عشان تجبر الناس تنفذ الأوامر. لكن القيادة الحقيقية دي قصة تانية. دي بتتبني على التواصل والإلهام والرغبة الصادقة في التغيير. القائد مش بيدي أوامر، القائد بيلهم الناس عشان يتحركوا مع بعض بحماس. تمام، يبقى عشان نبدأ صح، أول خطوة لبناء أي قبيلة هي إننا نلاقي الفكرة الأساسية، الشرارة اللي هتولع الحركة كلها. الفكرة دي هي اللي بتكون قلب القبيلة وروحها. والرحلة دي بتبدأ من جوه. أول حاجة البصيرة. لازم نبص جوانا ونحدد إيه شغفنا الحقيقي، إيه قيمنا، وإيه التغيير اللي نفسنا نشوفه في العالم. من هنا بيتولد الفضول، فضول غير عادي يخلينا نتعمق ونفهم أكتر. وأخيراً الفضول ده لازم يتحول لالتزام، التزام حقيقي بالرؤية دي، واستعداد تاخد قرارات جريئة عشان تحققها. وده بيوضح نقطة عبقرية. المشكلة عمرها ما كانت في نقص الأفكار، أغلبنا عنده أفكار ممتازة. المشكلة الحقيقية في نقص الإرادة والشجاعة، إننا نحول الأفكار دي لواقع. اللي بينجح مش بالضرورة صاحب أحسن فكرة، لكن صاحب أقوى إرادة. أول ما الفكرة تكون واضحة وقوية بتيجي الخطوة الأهم يمكن. إزاي بقى نلاقي الناس اللي شبهنا، اللي بتشاركنا نفس الشغف ده، ونجمعهم عشان نبني القبيلة بتاعتنا؟ والعملية دي ليها خطوات واضحة ومباشرة. أولاً الاستكشاف. انزل ودور في المجتمعات اللي موجودة أصلاً، أونلاين وأوفلاين. ثانياً المشاركة، مش بس تتفرج، لا، شارك بجد، ضيف قيمة حقيقية. ثالثاً التواصل، استغل شبكة علاقاتك الموجودة. وأخيراً لازم تنمي المجتمع ده، لازم ترعاه بالتواصل المستمر والدعم عشان يفضل حي ومتفاعل. والحاجة الجميلة في عصرنا ده إن التكنولوجيا شالت من قدامنا كل الحواجز تقريباً. المسافة والميزانية والوقت ما بقوش عقبة زي الزمان. دلوقتي أي حد فينا يقدر يوصل لناس بتشاركوا نفس الفكرة في أي مكان في العالم، ويبني مجتمع حقيقي حواليها. الأدوات موجودة في كل حتة ومتاحة للكل، من فيسبوك وتويتر للمدونات وأدوات التعاون زي بيس كامب. بس خد بالك، الهدف من الأدوات دي مش بس إن القائد يوصل رسالته. الهدف الأهم هو إن أفراد القبيلة نفسهم يقدروا يتواصلوا مع بعض بسهولة. طيب، بمجرد ما المجموعة دي تتكون بتبدأ مرحلة جديدة خالص، وهي فن القيادة. إزاي بقى نحول المجموعة دي من مجرد أفراد متجمعين لحركة قوية ومؤثرة ولها صوت؟ القادة العظام بيعملوا كام حاجة محددة قوي. أولاً بيخلقوا ثقافة خاصة بالقبيلة. ثانياً بيمكنوا الأعضاء من التواصل مع بعض، مش بس معاهم هم. ثالثاً بيوصلوا الناس ببعض. رابعاً بيدوا للقبيلة قصص تحكيها عن نفسها وعن هدفها. والأهم من كل ده بيقودوا بالقدوة، بيبقوا هم نفسهم تجسيد حي لقيم القبيلة دي. وده بيورينا تغيير جذري في عقلية التسويق. التسويق التقليدي أو الماس ماركتينج بيحاول يكلم كل الناس، لكن تسويق القبائل بيركز على إنه يتواصل بعمق مع الناس الصح. الهدف هنا مش إننا نوصل لأكبر عدد وخلاص، الهدف إننا نبني علاقة قوية ومتينة مع النواة اللي فعلا مؤمنة بالفكرة.
بس بالرغم من كل الفرص دي، ناس كتير قوي بتتردد تاخد خطوة القيادة، وده لأن في عقبة حقيقية لازم نتغلب عليها الأول، والعقبة دي مش خارجية، دي جوانا إحنا. يا ترى إيه اللي بيوقف الناس فعلا عن إنهم يبدأوا حركتهم الخاصة؟ إيه اللي بيمنعهم يقودوا التغيير اللي بيحلموا بيه؟ هل هو نقص الموارد أو يمكن نقص الأفكار؟ الإجابة هنا ممكن تفاجئنا شوية. الناس مش بتخاف من الفشل نفسه قد ما بتخاف من اللوم والنقد. الخوف من إن حد يطلع يهاجم فكرتك وينتقدك قدام الناس هو ده اللي بيشلنا وبيخلينا نفضل في منطقة الأمان وعمرنا ما نعمل حاجة استثنائية. وعشان كده بالظبط العالم محتاج عدد أكبر من المهارتقين، والمقصود هنا مش المعنى الحرفي للكلمة، لا، المقصود هم القادة اللي عندهم الشجاعة الكافية إنهم يتحدوا الوضع الحالي ويقولوا لا، في طريقة أحسن. الناس دي هي اللي بتصنع التغيير الحقيقي. وفي النهاية كل ده بيرجع لصفة واحدة أساسية ومحورية: القادة الحقيقيون عندهم فضول غير عادي، فضول تجاه العالم اللي بيحاولوا يغيروه. الفضول ده هو اللي بيخليهم يشوفوا الفرص اللي غيرهم مش شايفها، وهو اللي بيديهم الطاقة عشان يكملوا رحلتهم رغم أي تحديات. الأدوات كلها موجودة والفرص متاحة في كل مكان، والناس نفسها بتدور على قادة يتبعوهم. فالسؤال اللي بيفضل في الآخر هو إيه التغيير اللي هيقاد؟ وإيه هي القبيلة اللي مستنية تتجمع؟ البداية متاحة للجميع وممكن تبدأ النهاردة. فقولوا لنا في التعليقات ايه الفكرة اللي نفسكم تقودوا فيها قبيلتكم الخاصة، ومنتظرينكم تنضموا لقبيلتنا هنا في بودكاست إت. سلام.